السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله بقى النهارده هنعمل احلى منين بالعجوة معايا، جميل جدا زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي شكله جميل جدا في الصينية ومستوي وروعة وريحته خطيرة، والله بجد ريحته روعة ما شاء الله. هنعمله مع بعض بكل سهولة، وعامل معايا كمية اكبر من الصينية دي كمان، يعني ما شاء الله. عندي هنا بقى بجيب 2 كيلو دقيق، بنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، واقلبهم كويس، واروح نازله كمان بكيسين خميره. كل كيلو دقيق بنزل عليه بكيس، ده 2 كيلو دقيق بنزل عليهم بكيسين خميره. وادي 2 باكت من الفانيليا، بتدي العجينه ريحه جميله جدا ما شاء الله. واقلب كويس جدا كده. وبجيب عندي كيس بودر، بنزل كمان منه معلقه كبيره ما شاء الله. واقلب كده كل الخليط كده مع بعضه، اللهم بارك، روعه جدا ما شاء الله. ما بياخدش منك اي وقت خالص، العجينة بتبقى جميلة جدا معاكي. بنزل بقى عندي هنا بكوباية من الزيت، وكمان كوباية سمنة درجة حرارة المطبخ ما شاء الله. حبات سياحية مفيش اي مشكلة خالص. واروح بقى ماسكة كده الدقيق كده، فركاه كده بالسمنة كده مع الزيت ما شاء الله. ومجهزة طبعا عندي مية دافية، بعجن كمان بعد ما بسيت عندي العجينة، بعجن بالمية لعند ما العجينة تلم معايا بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين. اللهم بارك، بعجنها كويس جدا ما شاء الله. دي العجينة بقى اتعجنت معايا كويس جدا. بروح جايبة عندي في ايدي كده شوية زيت، واروح دهناها، واروح مغطية عليها، اسيبها نص ساعة، هلاقيها خمرت معايا ما شاء الله عليها. دي العجينة بقت تمام جدا، خمرت معايا بقى شايفين حضراتكم. بروح عجنها كده، اطلع منها الهوا كله ما شاء الله، متاخدش مني اي وقت خالص ما شاء الله. دي اعجنها برضو كويس جدا اللهم بارك. واروح جايبة عندي بقى هنا صينية ما شاء الله، واروح حاطة عليها العجينة كده اللهم بارك زي ما حضراتكم كده شايفين العجينة طرية معايا ازاي. واروح عندي مقطعاها بالسكين ما شاء الله. دي قطعها بقى، شايفين العجينة اللهم بارك، علشان يطلع معايا المنين معايا مورق. هنعمله بقى مع بعض كده، ما بياخدش يعني حاجة خالص ما شاء الله، بس هي خطوات لازم تمشي عليها ما شاء الله. بروح بقى عاملاها كده الكور، واروح عجناها كده ما شاء الله بايدي، واروح حطها معايا ترتاح ما شاء الله. دي اسيبها عندي ترتاح شوية، واروح جايبة بقى عندي هنا الصينية عاملاها بزيت، دهنها كلها كده بزيت كده او سمنة الموجودة عندك، بس الزيت بيخلي العجينة تعمل معاكي كويس جدا. دي اول عجينة انا كورتها، ده ببدأ باول واحدة معايا. وادي ايدي طبعا من عصا زيت معايا. ادي بفرد بقى العجينة كده اللهم بارك، بتتفرد معايا. لو صعبة شوية بروح جايبة النشابة بفرد بيها برضو ما فيش اي مشكلة خالص، بس زي ما حضراتكم كده شايفين بتتفرد كويس جدا معايا اللهم بارك. الخطوة دي بقى بتطلع معاكي العجينة مورقة وجميلة جدا، يعني الخطوة دي لأي عجين ما شاء الله، يعني بيطلع معاكي طبقات كده وخفيف وما شاء الله. العجينة معاكي ما بتطلعش ناشفة من الخطوة دي ما شاء الله. واروح دهنها عندي بزيت، واروح لفها عندي كده رول معايا، واروح لماه. والعجينة بريحها مش بره، ده انا بحطها في التلاجة. الخطوة دي انا بحط عندي العجينة في التلاجة، بشد كده العجينة كده معايا، واضغط عليها كويس جدا، المها كده بقى زي ما حضراتكم كده شايفين، واخلص كل العجين اللي معايا واحطه في التلاجة عندي لمدة ربع ساعة ما شاء الله. انا دلوقتي خلصته كده اللهم بارك، وكمان حطيته في التلاجة. بطلعه بقى بشتغل في اول واحدة معايا، افردها كويس جدا. ادي النشابة معايا اللهم بارك، العجينة بقى ارتاحت كده وبقت جميلة جدا ما شاء الله. الخطوة بتاعت التلاجة ديت بتطلع معاكي العجينة ناعمة جدا ما شاء الله. بفرد بقى كده العجينة ما شاء الله، ومجهزة طبعا عندي عجوة عاملاها مسيحاها بسمنة ما شاء الله. ادي ما شاء الله. واروح بقى جايبة عندي العجوة كده فردها كده شوية كده شوية صغيرين كده اللهم بارك. ادي
واروح لما عندي العجينة كده بالعجوة جميلة جدا ما شاء الله. شايفين التوريقة بتاعت العجينة زي ما حضراتكم كده ملاحظين ان العجينة ما شاء الله يعني مرقة قدام عينيكم ازاي. اللهم بارك، روعة ما شاء الله. ادي اضغط عليها بقى كده كويس جدا واروح لماها كده زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي ما شاء الله. واروح جايبة عندي السكينة مقطعاها صغير كده عايزة تقطعيها كبير مفيش اي مشكلة خالص. بدهن الصينية زيت بالفرشة واروح حاطة المنين معايا ما شاء الله زي ما حضراتكم كده شايفين. ارصه بقى كده واحدة واحدة كده. هنا بقى الحتة دي انا عايزة اظبطها كده. شايفين انا هنا الخطوة دي بقى انا عملتها كمان منين بس صغير ازاي ما شاء الله، جميل جدا ما شاء الله. ادي اللهم بارك شكلها روعة جدا. هنا انا استخدمت نص العجينة وعجنتها بالعجوة ما شاء الله وقسمتها نصين زي ما حضراتكم كده شايفين ما شاء الله. واروح برضو مقطعاها كمان بالسكين اللهم بارك جميل جدا. ادي بقى عملت معايا كمية محترمة جدا، صينيتين معايا من المنين اللهم بارك. بروح بقى جايبة عندي كوباية من الحليب بنزل عليها ببضاية وكمان فانيليا ما شاء الله. ادي اربها كده كويس جدا مع اللبن ما شاء الله. واروح جايبة عندي منزلة عليها باكت من الفانيليا بتديها نكهة جميلة جدا. ادي 2 باكت ما شاء الله بتدي الطعم المنين بيبقى طعمه جميل جدا ما شاء الله. ادي بحط بقى بدهن كده واحدة واحدة كده ما شاء الله. بدهن كل اللي معايا في الصينية وطبعا الفرن سخن جدا بس انا بسيبها كمان ترتاح 10 دقايق عندي ما شاء الله قبل ما ادخلها الفرن. اللهم بارك. عندك بقى سمسم تحطيه حبة البركة، انا هنا استخدمت حبة البركة بس ما شاء الله. ادي طعمها جميل جدا ما شاء الله. حبة البركة دي يعني مخلية المنين في حتة تانية خالص ما شاء الله. ادي افرد بقى حبة البركة كده على كل الصينية معايا ما شاء الله وادخلها في فرن سخن جدا. الصينية ما شاء الله بحطها على صينية فيها مية بتغلي لو عندك فرن غاز وتروحي حاطه الصينيه دي فيها، ما بتحطهاش على الصاج على طول، لا بتحطيها في صينيه فيها كوبايه من الميه وبتطلع معاكي بالشكل ده. اول ما بتطلع بغطي عليها وبرشها بشويه ميه بالبخاخه واغطي عليها كويس جدا وتطلع معاكي طريه. مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.